ازيكم يا حبايب ام روفان؟ طبعا انا مش ظاهره ليه؟ مشروب القرن انا اللي هعمله مش اصل انا دلوقتي ضيفه شرف بس يا جماعه من ورا الكاميرا. روفان اللي فاجئتنا النهارده. هتعمل مشروب الاوريو يا جماعه بمساعده اخواتها، بس اخواتها من ورا الكاميرا كده يشرحوا لها، لان اللي مكلف التكلفه دي اخوها الكبير محمد. فيعني ايه بس اهم حاجه دعموا روفان كتير واخواتها كتير. ماشي دعموا روفان كتير واخواتها كتير. لايكاتكم بقى واشتراكاتكم. اللي دخل القناه جديده يا جماعه يدعمنا بلايكات بقى واشتراكات، ماشي، عشان القناه تكبر بك يا جماعه. كله بايه؟ وروفان. فالمشروب ده على شرف اخوها الكبير، هو اللي عازمنا، هو اللي مدلعنا، هو اللي مهشتكنا، هو يلا المهم تعالوا بقى نقول المقادير عشان ما نطولش معاكم. يلا يا روفان اشرحي. اوريو دبل المقادير يا جماعه هتقولوا كل ده على الاربع كوبايات عشان هما بيحبوه تقيل. والبقى هو هما اللي مكلفين الكلام ده من مصروفهم، لان انا مش هصرف واكلف في الحاجات دي. الحاجات دي ب 20 جنيه. ب 20 جنيه اصل يا جماعه يعني مركزه قوي وهيلثي ماشي. لبن بخيره حبيبي ماشي. نقيت لهم اكبر كوبايات عندي في النيش. صرفت وكلفت ولا لا؟ اديتهم الكوبايات دي ما بطلعهاش. ماما فتحت النيش. انتوا متخيلين ام روفان تفتح النيش يعني ايه؟ يعني روحي طلعت يعني خلاص بقى. فدي على شرف ولادي، لان انا ما بدفعش في التفاهات دي. الحاجات دي يا جماعه بالظبط سعرها كام؟ 115 120 جنيه. ليه ادفع 120؟ راح اجيب لهم اكمل واجيب لهم فرخه ولا ماما انت بتدفع حاجه 125. ابني بيقول لي 125. كلهم مش متشاركين في الموضوع ده، لان انا مش هدفع في التفاهه دي يا جماعه 125. اكلهم ولا اجيب لهم مشروب اوريو؟ ماشي. فخليكم بقى معايا واحده واحده بقى ونبدا معاكم. وخلي بالكم في الغله اللي انا فيها مش هدفع انا في التفاهه. ولادي اللي دافعين الكلام ده كله من مصروفه. ماما مش دافعه حاجه، بس قلت بايه استغفر ميه العكره واصور فيديو. يلا يا جماعه وتشرب ببلاش. ونشرب ببلاش. ما انا قلت لهم المطبخ هيتبهدل، ليا كوبايه مشروب عشان اروق مكانكم. تعالوا بقى معايا نبدا بقى. تعالوا بقى نبدا. اصل دي بتبقى زينه كده من على الوش يا روفي. ب 20 جنيه ادفع حته شوكولاته زي دي ب 20 جنيه ليه يعني؟ ابني بيقول لي انجزي يا ماما اصل بنتك هتخلص لنا الشوكولاته. فتعالوا بقى واحده واحده كده نبدا ونشرح لكم الاوريو ده بيتعمل ازاي. طبعا انا بعرف اعمله اصلا يا جماعه. يلا خليكم. تعالى اعمل ايه؟ يلا نبدا واحده واحده كده بمساعده الشيف روفان. يلا هنا بقى نبدا البدايه. نفرغ الاوريو هنا. بالظبط. هنا بقى هرينا الاوريو وسيبنا كام واحده للتشكيله يا جماعه. طب هتقولي يا ام روفان انت هتعملي ايه بالهوهوز؟ ما احنا واحده واحده بقى يا جماعه، ما تنرفزوش وتعصبوا روفان. احنا دلوقتي لو ليك عند نقول له يا سيدي احنا اللي هنستفاد من الموضوع ده. يلا بقى نكمل كده. هرينا البسكوت الاوريو وسيبنا كام واحده كده عشان تشكيله. ومحمد لو شافك هيعلقك يا روفان. تعال بقى نجيب الخلاط ونشوف هنعمل ايه بقى الخلاط حالا. ابقوا ايه؟ انا دايما. يلا هنا بقى يا جماعه حطينا نص الاوريو لان لانها هيبقى كتير على الخلاط عشان نعرف نضرب. حطينا كوبايه لبن. كوبايه لبن بس يا محمد؟ لا عشان مش هيبقى. طب روح هات شويه لبن كمان. حطينا لبن تاني يا جماعه. انت بتعملي ايه بايديك كده؟ كويس ده كويس يا شيف محمد. ماشي هنضرب بقى ونرجع لكم. هنا بقى نحط الايس كريم كمان على اللبن. احنا لقينا استني يا روفان استنى عشان نشرح لهم. طبعا لقينا الخلاط هيكفي الكميه كلها فحطينا اللبن. هو خد كيس لبن بالظبط يا جماعه. كيس لبن نص كيلو. فتعالى بقى ما نحط كمان الايس كريم. بالظبط. هنضرب يا جماعه الحاجات دي لمده 3 دقايق. وسيبنا 2 هوز عشان خاطر هما جايبين 5 اوريو و6 هوز ماشي. وواحده ايس كريمه اوريو يا جماعه وبس وكيس لبن. هي التكلفه عاليه بس كوبايه الاوريو دي لو هنعملها بالحاجات دي يا جماعه بالمركزه دي لا هتعدي 100 جنيه والله. يعني احنا بنلعب في 400 جنيه. هتنزلي كافيه تشربي كوبايه بالطريقه اللي احنا عاملينها دي 400 جنيه الكوبايه. 400 جنيه الاربع كوبايات. فتعالوا بقى نضرب لمده 3 دقايق ونرجع لكم. استني يا روفان.
هنا بقى ضربنا يا جماعه اهو. هنبدا بقى ايه، نحط في الكوبايات وهنبدا نشكل بالحاجات اللي عندكم دي. خليكم معانا. هنا بقى يا جماعه هنعمل هنصب بقى في الكوبايات. ومحمد عمال يقول لي روفان لو وقعت نقطه انا صارف ومكلف هيذلنا محمد ابني. كمل الكوبايه. بصي هعلقك يا روفان، فعشان هو صارف ومكلف فالصراحه يعني لا محمد ذليلنا بس. يلا لو ليك عند كذا كذا كذا. الراجل صارف ومكلف من المصروف. هنا بقى يا جماعه مع محمد ابني اللي دخل يزين عشان خاطر روفان طول ما هي بتزين عماله تاكل. هو اللي مدلعني، هو اللي مهشتك. ابني طبعا ما بحبش يظهر يا جماعه فمعلش بقى. خلاص بقى بس ما بعد كله. اتوصى بيا يا استاذ محمد انا امك. اتوصى بيا. قعدت 9 اشهر في بطنها فتلمي نفسك وتكتر عند امك. ما هو بيحط على الكل بس. وخلي بالكم يا جماعه ابني بعد ما نشرب هيدفعنا الفلوس. امال ايه؟ الجواز ما كترهوش في كوبايتي مني لابوك. دول 4 كوبايات انا وابني محمد وروفان وابو محمد. طب يوسف فين الغلبان؟ يوسف خرج مع اصحابه وطبعا كان وانا مش موجوده عملوا المشروب ده واحنا ما كناش. فهو قال لنا ما تزعلوش ما تقلقوش يا جماعه. انا يا ماما هعزمكم المره الجايه. خلي روفان لا الصراحة ابني صارف ومكلف. الصراحة ابني صارف ومكلف. عايزة الشوكولاتة. كل شوية يقول لي ايه 125. فين الشوكولاتة؟ وده يا جماعة صوص الشوكولاتة. هي بتعمل كده. محمد زود عندي. خلي روفان تحط ايه يا رخرة يا محمد؟ البتاع سخن. ده اخر مرحلة في الاوريو يا جماعة بكل بساطة وكل دقة ولا لها حاجة. انا عملتها السنة في قناتي القديمة على فكرة. لا بس الصراحة ما كنتش مكلفاه كده بصراحة. ما انا مش هحط 125 امهم في الارض عشان مشروب. محمد زود مشروب. سبت البيت كده. اعمل على الكوباية التانية. الكوباية التانية عليها ايه؟ انا كده. وصل يا ابني بالكوبايات مش هتذلنا. ناخد ازود واحدة دي. خلاص يا حاج ولا لسه؟ بقيت الشوكولاته اللي في الطبق سيبها لي عشان اكلها. لا هاكل. بصوا يا جماعه الحلويات والله تسلم ايدك يا محمد يا ابني. يصلح حالك ونردها لك يوم نجاحك ان شاء الله. ان شاء الله. روفان والله اللي بدأته من الاول بس في الاخر لقت محمد ابني لقى اخته عماله تنقر فقال لك انا اللي هشكل. ايه رايك يا روفان؟ فده نهايه الاوريو يا جماعه. امسكي كوبايه كده يا روفان. ودي نهايه الاوريو يا جماعه. لو عجبكم طريقتنا في الاوريو والله صارف ومكلف. شفتوا يا جماعه؟ لو عجبكم يا جماعه الاوريو وطريقتنا مع بعض وطريقه ابني الشيف محمد شكل كده هيسيب الطب ويجي ويبقى شيف. فلو عجبكم الفيديو تعالي يا روفي يا اللي ما بتريحيش. انت يا بيت. طب انت يا بيت لو عجبكم الفيديو ايه؟ تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ودعموا روفان واخوها. لايكاتكم واشتراكاتكم اللي دخل القناه جديد اهم حاجه. اعمل اشتراك ولايك للقناه يا جماعه عشان اللايكات دي اللي يعني ايه اللي بترفع الفيديو يا جماعه. يعني اللايكات دي اللي بترفع الفيديو مهم يا ريت تكونوا استفدتوا منه يا جماعه. بحبكم 5 مرات.